لا، ما احنا النهارده مش هنتكلم عن كتب تاريخ. النهارده هنتكلم عن قصه كان طلبها مني اصدقاء ليا من بغداد والعراق. علشان كده جبت لكم قصه مشهوره جدا في التراث البغدادي. هي قصه طريفه قوي، بتتكلم عن واحد اسمه عصفور ومراته اسمها جراده. عم عصفور وجراده كان شغال اسكافي، وجراده كانت دايما متمرده على عيشتها ونفسها تبقى غنيه. راحت في يوم السوق ولقت ست غنيه جدا ماشيه لابسه ذهب ووراها خدم كده وجواري، وقالت هي الست دي جوزها بيشتغل ايه؟ فقالوا لها الست دي جوزها شغال منجم. يعني ايه منجم؟ يعني بيقرا الطالع وبيعرف الحاجات المفقوده وبيقرا المستقبل، عشان كده جوزها غني. هي كمان حطت دماغها، قالت واشمعنى عصفور جوزي ما يبقاش منجم؟ وحطت الموضوع في دماغها وروحت البيت ضربه بوز. وعم عصفور رجع من شغله لقى ست جراده قاعده ضربه البوز. قال لها يا جراده مالك ضربه بوز ليه؟ قالت له اسمع يا عصفور، سيبك من مهنه الاسكافي اللي مخلينا فقرا ديت واشتغل في التنجيم، انا عايزاك منجم. قال لها يا ست ازاي، ده علم وليه دراسه وبتاع. قالت له معرفش، يا تشتغل منجم يا اسيب لك البيت وامشي. من كتر حبه في مراته فراح سمع كلام مراته وقال لها خلاص يا ستي، من بكره الصبح انا هنزل السوق واقعد مع المنجمين. صحي تاني يوم الصبح لقى الست محضره له كتب كتيره كده قديمه وشكلها كده الجلد اللي هي المقطعه ديت، وجايبه له حته سجاده عشان يقعد عليها في السوق. يعني الست محضره نفسها. راح عم عصفور خد الكتب القديمه واتكسف يقعد جنب المنجمين الكبار، فخد زاويه على جنب كده لوحده كده في حته ضلمه وقعد واستنى نصيبه. من حظه ان اليوم دوت كان مرات الملك نازله السوق، وكانت حامل فاضل لها كام يوم وتولد. كانت نازله تدور على واحد من المنجمين علشان يبشرها اللي في بطنها ده ولد ولا بنت. دخلت عند السوق بتاع المنجمين ولقيت عم عصفور قاعد لوحده، فلفت نظرها وراحت له قالت له تعالى يا منجم انت، دلوقتي انا بطني فيها يا ولد يا بنت، تقدر تقول لي انا هجيب ايه؟ طبعا عصفور قال لك بس انا كده نهايتي جت، انا يوم ما ربنا يكرمني في اول زبونه تطلع مرات الملك، طب اعمل ايه؟ انا هديها اجابه بين البنين. قال لها بص يا ست، انت بطنك ديت فيها ولد وبنت. فاستغربت ومشيت، ورجع لمراته وقال لها يا جراده يا جراده، ده انا من حظ النيله اول زبون وقع كان مرات الملك. قالت له انت عملت ايه يا عصفور؟ كذا كذا كذا. قالت طب اطمن، لو جابت ولد يبقى انت كده نص النبوه بتاعتك اتحققت، ولو بنت يبقى برضه نص النبوه بتاعتك اتحققت، فما تقلقش. المهم يصادف ان مرات الملك تجيب ولد وبنت، فراحت حبت تدور على العصفور عشان تكافئه لحد ما لقيته، وراحت مدياله 1000 دينار. عصفور شاف ال1000 دينار كده جاله حالة من حالات الجنان، ورجع لجرادة يجري يا جرادة احنا بقينا من الأغنياء، حصل كذا كذا كذا. وجرادة فرحت قالت له بس احنا كده لازم تكمل في الموضوع دوت. قال لا انا بقول كفايه على كده وناخد ال1000 دينار وكفايه قوي. قالت لا كمل الموضوع حلو. المهم جه في يوم من الايام الملك وهو في القصر بتاعه كان لابس خاتم فيه فص غالي قوي عليه. الفص دوت وقع منه، ومين بلعه؟ كانت في بطه واقفه كده راحت بلعت الفص. اللي شاف الموضوع دوت واحد من الحراس، راح سكت وقال انا مش هجيب سيره خالص، لما الملك يدور والموضوع يهدى ابقى اخد انا البطه ديت اذبحها واخد الفص ده. المهم الملك حزن جدا على الفص وشار على زوجته، قالت له انزل سوق المنجمين، في واحد اسمه عم عصفور هو هيعرف لك الفص ده فين بالظبط. فالملك ماشي راح لكل المنجمين وجاب عم عصفور. طبعا عصفور لما سمع ان الملك عايزه ركبه خبطت ودمه نشف وقعد يصرخ انا ما اعرفش حاجه انا مش عارف ايه. وكل ما بيقول انا ما اعرفش حاجه وماليش في كده، كل ما الملك يتمسك بيه ويعرف ان هو بيعمل اخلاء للذات. فالمهم قال له اسمع يا عصفور، انت لو ما جبتليش الخاتم ده الفص دوت هتعدم انت وكل المنجمين. فعصفور عرف ان دي نهايته، وراح فعلا القصر. وهو داخل القصر الملك كان بيحب يعمل رسومات كده الحيوانات وبجعة وبطة وفيل على الحيطان. فعصفور عجبه شكل بطة، وقف يتفرج على البطة كده ويتأمل. مين شافه؟ الحارس. الحارس أول ما لقى عم عصفور واقف عمال يبص على البطة، فالحارس من جواه خاف لأن عارف إن عصفور دوت هو اللي تنبأ إن مرات الملك هتولد ولد وبنت. قال لك بس ده عصفور ده مش سهل وشكله هيفضحني. راح الحارس جاب عصفور كده على جنب، قال له عم عصفور بص أنا عايز أعترف لك على حاجة بس أرجوك ما تقولش للملك. قال له قول يا ابني في إيه؟ قال له بصراحة الفص بتاع الملك البطة هي اللي بلعته، وانا كنت مستني يعدي يومين 3 الموضوع يهدى واذبح البطة واخد الفص. فعصفور لما شاف كده قال له طيب كويس ان انت قلت لي، لحسن ده انا كنت هفضحك وكنت هتعدم، سيبني بقى احل الموضوع بمزاجي. يعني عصفور ده راجل مرزق. فالمهم دخل عصفور عند الملك لقى كل المنجمين قاعدين. المنجمين كلهم بيكرهوا عصفور لان عارفين ان عصفور دوت جاهل وملوش في اي حاجه خالص وبتيجي معاه بالصدف. فقال للملك بص
انا اعمل لي كل اللي حصل بالظبط، عايزك تقف عند الحمام بتاع القصر دوت وتغسل وشك والخاتم معاك وتعدي لي كل الحيوانات اللي موجودين في القصر. طبعا الناس ضحكت عليه واستغربوا عليه، فالملك نفذ الكلام وطلع وعدى الحيوانات. فجت البطه وهي معديه، قال له يا ملك خلي بالك البطه ديت مش مظبوطه وشكلها هي اللي بلعت الفص. طبعا كل الناس ضحكت والملك ضحك، قال له ازاي يا عم عصفور هتبلع الفص ازاي؟ وبعدين البطه دي انا بحبها. قال له افتح بطنها واعدمها وهتلاقي الفص. فالملك استغرب، قال له بس على شرط، لو الفص طلع مش في البطه انا هعدمك. فعم عصفور قال له ايه؟ انا متاكد. طبعا الملك فتح البطه وطلع منها الفص، ومن هنا ادى عصفور 10,000 دينار. طبعا قدام كل المنجمين عصفور صيته عالي جدا. رجع لمراته جراده، قال لها يا جراده يا جراده ده حصل كذا 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 كذا. قالت لي يا ده احنا ربنا بيحبنا وبقينا اغنياء جدا جدا. قال لها بص بقى يا جراده، تعالى انا وانت نهرب من المدينه دي، لان مش كل مره هتسلم الجره، ولو حصل وتعرف ان انا مخادع وكذاب هتعدم. قالت له ماشي، وراح خد عصفور جراده مراته وهربوا ايه بره المدينه. فالمنجمين لما عرفوا كده راحوا للملك وقالوا له ان عصفور ده نصاب وحرامي وطلع مخادع كبير جدا جدا جدا. فالملك قال لهم طب هاتوا لي عصفور واحنا هنعمل عليه لعبه ونشوف مين اللي كذاب، انا ولا انتوا. قعدوا يدوروا على العصفور وجابوه فعلا من المكان اللي هرب منه ودخل. فالملك عمل خدعه على كل المنجمين مش عصفور بس. ايه الخدعه اللي عملها؟ كان عنده جراده بيحبها في القصر، هو بيحب الجراد قوي. فالمهم ايه، مسك جراده وراح قفل على ايديه كده ودخل على المنجمين. قال لهم ايه؟ قال لهم دلوقتي اللي هيعرف ايدي فيها ايه يبقى منجم حقيقي، واللي مش هيعرف اللي في ايدي دوت هيتعدم على طول. فالمنجمين قعدوا يقولوا ايه، ايدك فيها خاتم، لا يعدم. يجي واحد تاني ايدك فيها مش عارف فضه كذا كذا كذا. محدش في دماغه تصور ان ايده ايه فيها جراد، لحد ما جه عصفور. قال له يا عصفور قول لي بقى ايدي فيها ايه. طبعا عصفور عارف ان هو هيروح في 60 دهته، وقال له يا جلاله الملك انا عايز اعترف لك. قال له قول لي يا عصفور. قال له لولا جراده، هو قصده جراده على مراته، لولا جراده ما كنتش انا وقفت في الموقف ده قدامك. الملك اول ما سمع كده وفتح ايده قال له انا فعلا ايدي فيها ايه جراده. وراح كافئ عصفور وخلاه ساعتها شيخ المنجمين وبقى من اعيان البلد في الوقت ده. ودي كانت قصه مشهوره جدا في التراث البغدادي اللي الناس كلها بتحب تقراه، وانا بصفه شخصيه قريت قصص كتيره قوي هبقى ابعتها لكم. سلام عليكم.